بسم الله وعلى بركة الله، ويلا بينا نبدأ القصة ديت لبنت بتحكي قصتها. بتقول ان المفروض ان اي عروسة في الدنيا بيكون ليلة فرحها هي اجمل ليلة في حياتها، لكن هي بالنسبة ليها كانت اصعب ليلة مرت بيها في حياتها. العروسة جات زي اي عروسة، كانت عاوزة تروح لميك اب ارتست كويسة، والميك اب ارتست ديت كانت مشهورة بس بدون ذكر اسماء. بس هي لما روحت، هي عملت لها الميك اب تمام وكل حاجة. جت عند اللينسز جاية بتحطه لها، حست بحرقان شديد في عينيها. فالبنت بتقول لها ان هي حاسة بحرقان شديد. الميك اب سألتها هل انتي اول مرة تحطي اللينسز؟ قالت لها ايوه، اول مرة احطه. قالت لها عشان كده، لكن مفيش اي حاجة، وشوية وهيروح، كل الحرقان دوت هيروح. هي كملت الفرح عادي وهي مطمنة، بس جت في نص الفرح حست بحرقان شديد جدا. حاولت ان هي تشيل اللينسز، بس المعازيم قالولها لا، اكيد مش هتكمل بقية الفرح بلون غير اللون اللي بدأت بيه الفرح. المهم البنت كملت الفرح وروحت البيت، وحاولت ان هي تشيل اللينسز كتير هي وعرسها، بس معرفوش. قعدت كده من بالليل لحد الساعة 10 الصبح، ما قدرتش ابدا ان هي تشيله، فاضطرت ان هي تنزل المستشفى. ولما وصلت للدكتور وشالولها اللينسز، البنت فقدت بصرها، وهي حاليا بتشوف طشاش. عايزة احذركم من ان انت تستخدمي اي لينسز او اي حد يحطلك لينسز. لازم ان انت تجي تشتري الحاجة بنفسك، وان انت ما تعتمديش على حد. وفعلا احنا ممكن نمر بابتلاءات كتير في حياتنا وتبقى صعبة علينا، بس اكيد ربنا رايد لنا الخير. البنت لما حصل لها كده وان هي دلوقتي بتشوف طشاش، هي خيرت عريسها وطلبت منه ان هو يطلقها. قالت له اكيد مش هتعيش معايا وانا كده، بس هو سابها ان هي تهدى، ونزل جاب اشترى لها حاجات هدايا وحاجات، وقال لها ان هو عمره ما هيسيبها. وبجد الزوج دوت مثل للزوج الصالح، وربنا يرزقنا ويرزق البنات جميعا بكل خير يا رب. فعلا في ناس تستاهل ان انتم تضحوا عشانهم وتكملوا عشانهم، وفي فعلا حب، وفي مودة ورحمة، وفي خير لسه في الدنيا. ويا ريت القصة دي تبقى موعظة لينا كلنا، لان بجد قصة مؤثرة جدا. اللي هو ان انت تستني يوم زي دوت وتحصل لك مأساة زي ديت، فهي حاجة في منتهى، يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا. بسم الله وعلى بركة الله، ويلا بينا نبدأ القصة ديت لبنت بتحكي قصتها. بتقول ان المفروض ان اي عروسة في الدنيا بيكون ليلة فرحها هي اجمل ليلة في حياتها، لكن هي بالنسبة ليها كانت اصعب ليلة مرت بيها في حياتها. العروسة جات زي اي عروسة، كانت عاوزة تروح لميك اب ارتست كويسة، والميك اب ارتست ديت كانت مشهورة بس بدون ذكر اسماء. بس هي لما روحت، هي عملت لها الميك اب تمام وكل حاجة. جت عند اللينسز جاية بتحطه لها، حست بحرقان شديد في عينيها. فالبنت بتقول لها ان هي حاسة بحرقان شديد. الميك اب سألتها
هل انتي اول مرة تحطي اللينسز؟ قالت لها ايوه، اول مرة احطه. قالت لها عشان كده، لكن مفيش اي حاجة، وشوية وهيروح، كل الحرقان دوت هيروح. هي كملت الفرح عادي وهي مطمنة، بس جت في نص الفرح حست بحرقان شديد جدا. حاولت ان هي تشيل اللينسز، بس المعازيم قالولها لا، اكيد مش هتكمل بقية الفرح بلون غير اللون اللي بدأت بيه الفرح. المهم البنت كملت الفرح وروحت البيت، وحاولت ان هي تشيل اللينسز كتير هي وعرسها، بس معرفوش. قعدت كده من بالليل لحد الساعة 10 الصبح، ما قدرتش ابدا ان هي تشيله، فاضطرت ان هي تنزل المستشفى. ولما وصلت للدكتور وشالولها اللينسز، البنت فقدت بصرها وهي حاليا بتشوف طشاش. عايزة احذركم من ان انت تستخدمي اي لينسز او اي حد يحطلك لينسز. لازم ان انت تجي تشتري الحاجة بنفسك، وان انت ما تعتمديش على حد. وفعلا احنا ممكن نمر بابتلاءات كتير في حياتنا وتبقى صعبة علينا، بس اكيد ربنا رايد لنا الخير. البنت لما حصل لها كده وان هي دلوقتي بتشوف طشاش، هي خيرت عريسها وطلبت منه ان هو يطلقها. قالت له اكيد مش هتعيش معايا وانا كده، بس هو سابها ان هي تهدى، ونزل اشترى لها حاجات هدايا وحاجات، وقال لها ان هو عمره ما هيسيبها. وبجد الزوج دوت مثل للزوج الصالح، وربنا يرزقنا ويرزق البنات جميعا بكل خير يا رب. فعلا في ناس تستاهل ان انتم تضحوا عشانهم وتكملوا عشانهم، وفي فعلا حب، وفي مودة ورحمة، وفي خير لسه في الدنيا. ويا ريت القصة ديت تبقى موعظة لينا كلنا، لان بجد قصة مؤثرة جدا. اللي هو ان انت تستني يوم زي دوت وتحصل لك مأساة زي ديت، فهي حاجة في منتهى، يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا.